عسلامة عسلامة. اليوم باش نطيبوا مرقة جلبانة بالعلوش بالقنارية. شنو اللي يلزمنا لمرقة الجلبانة؟ يلزمنا بيان سور اللحم العلوش، خديت طرفين كبار نتاع اللحم العلوش كما تشوفوا. يلزمنا زادة الجلبانة، خديت كيلو جلبانة فصصته، نحيت منه صحفة صغيرة للجاري وخليت هذايا باش نطيب به مرقة الجلبانة. خديت كعبتين طماطم فرشكة قشرتها وقصيتها جويدة. خديت بصلة متوسطة بيضة قشرتها زادة كيف كيف. خديت كعبتين قنارية قشرتهم بالقدا، نحيتهم العروش نتاعهم وحطيت لهم شوية قارص باش ما يكحلوش. خديت زادة فنجان الكيلة نتاعي هذايا نتاع زيت زيتونة، فنجان زيت 10 سنتيلتر هذاك زيت زيتونة. لفحات شنو عندي مغرفة صغيرة ملح، شطر مغرفة كركم، شطر مغرفة فلفل أكحل، عندي مغرفة طماط كونسونطري طماطم المعجونة هذيك طماطم الحكة، مغرفة صغيرة هريسة عربي، عندي زادة صحفة صغيرة هذيك معدنوس غسلته بالكدا وقطعته جويد، وقرن فلفل أخضر باش نحطه في الآخر. توا شعلت الغاز على طنجرتي باش نحط الزيت الزيتونة، خلي الزيت يسخن شوية. وتوا باش نجيب البصلة متاعي نقصها ديريكتومون في الطنجرة كما تشوفوا، قصها قصان مش جويدة برشا مش خشينة كما تشوفوا، قصان متوسط. ديما بحذايا كسرونة الماء هيك من غادي نسخن الماء اللي باش نمرق بيه، ديما نمرقو بالماء سخون pour ne pas arrêter la cuisson. نجمو تستعملوا البصل الاخر الاخضر الطويل. وتوا باش نحط اللحم متاعي، بسم الله، باش نفوح زادة ديريكتومون على اللحم، باش نحط غرفة صغيرة الملح، شطر مغرفة كركم، شطر مغرفة فلفل أكحل. دونك نقلي اللحم في البصل وفي الصحات نتاعو في الزيت باش نخليه ياخو وجه كما تشوفوا، نشوحو شوية، خليه ياخو لون اللحم، خليه ياخو لون الكتاف نتاعو كما تشوفوا كيما هكا. خلطوا بالكدا وانا نقلي، نتسمى توا المرحلة هذيا مرحلة التقلية، قاعدة نقلي. دونك توا كيف تقلى بالكدا كما تشوفوا اللحم خذا وجه والبصل تقلى مليح. توا نجم نزيد الطماطم الفرشكة نتاعي، طماطم الكعب كعبتين هذوك مقشرتهم وقصيتهم مكعبات جويدين. نخلط المكونات بالكدا، نخلي الطماطم تسيب شوية ماء. ديما انا نتسمى في مرحلة التقلية. وتوا باش نضيف طماطم الحكة، مغرفة كبيرة مقببة هايكا طماطم معجونة نزيدها، ومغرفة الهريسة العربي كيف كيف نزيدها، نخلطهم مليح، نحلهم بالكدا في وسط الزيت، نخليهم حتى تتحل وتتقلى بالكدا الطماطم متاعنا. كما قلت لكم ديما انا في مرحلة التقلية، انا توا نقلي زاده يلزم نقلي باش نحي القروسية نتاع الطماطم، وهذاك ديما بحذايا الماء هذاك اللي باش نسقي به بعد باش نمرق به، ديما ماء سخون. نحل توا انا قاعدة نحل في الهريسة والطماطم نقلي فيهم. هذه التقلية تاخو دقيقتين 3. توا كيما تشوفوا تقليت بالكدا المرقة متاعنا باش نضمنوا هكاكا الطماطم ما تقعدش قارصة.
تو نجمو نزيدو شويه ماء سخون، مقدار متاع كاس ماء سخون كما تشوفوا، ماء سخون يغلي، ونحركو. pour ne pas arrêter la cuisson راهو ديما نسقيو بالماء السخون. نحرك الطنجرة، كي نجي نحرك اللحم ديما نقلبو، هي تهز طبقبيقة هيكا وانا نمرقها. توا نمرقها هكاكا نص لتر ماء باش نغم اللحم ونخليه ينجم يطيب. نقلب كيما قلت لكم اللحم كيما هكا وانا نقلي فيه، والماء هذاك اللي مرقت به توا باش يخلي اللحم يطيب. توا نخليها 10 دقائق هكاكا نغطيها، ومن بعد نجي نتفقدها. رجعت بعد 10 دقائق نتفقد في الطنجرة كما تشوفوا، ديما نقلب اللحم. وتوا باش نضيف لها الجلبانة. نضيف توا الجلبانة كي نطيب اللحم العلوش، خاطر اللحم العلوش في ساعة يطيب. كان جا اللحم البقري نزيد نخليه يطيب أكثر، نصيف ساعة هكاكا. نحرك توا المكونات الكل كما تشوفوا، وتوا باش نغطيها ونخليها تطيب نص ساعة. رجعت لكم بعد 30 دقيقة تفقد الطنجرة متاعي. شفتوا حتى من الزيت قرت شوية زيت. توا باش نتفقد اللحم، طابش اللحم دونك نقرصو اللحم يتقرص دونك قريب يطيب. وتوا باش نزيد القنارية متاعي، ناخذ كل كعبة قنارية نقصها في 2، نقسمها على 2 كما ترى. ناخذ الكعبة الثانية نقسمها على 2. تنجموا تحطوا البطاطا كان ما تحبوش القنارية. نحرك الطنجرة. كان نشحت من الماء نزيدوها، سينو خليوها تطيب هكاكا ونرجعوا بعد 15 دقيقة ربع ساعة باش نشوفوا القنارية طابت ولا لا. رجعت توا بعد 15 دقيقة نتفقد طنجرتي، نشوف كل شيء طاب ولا لا. نهز القنارية بسم الله، نتفقدها. القنارية طابت، اللحم طاب بيان سور. وتوا باش نضيف المعدنوس في الاخر كما تشوفوا. 5-7 دقائق الاخرانيين نزيدهم المعدنوس، ونزيدهم قرن الفلفل. نحل قرن الفلفل نشقه، نشوف من داخل فيهش حاجة ونحطه. نحرك طنجرتي، الريحة خرجت بنينة على الاخر نتاع المرقة. نحرك الطنجرة ونخليها تطيب 5-7 دقائق، يا ما نغطيهاش يا ترخطا. ما تنساوش تحطوا النار هادية في ال5 دقائق الاخرانيين. كما شفتوا رجعت لكم الطنجرة قرت زيتها، قرت يديمها كما تشوفوا. 5 ولا 7 دقائق طفيت على الغاز باش نطلع توا صحن. بسم الله. جات بنينة نودكم ولا نشهيكم. هذه جلبانة تونسية باللحم العلوش وبالقنارية. كما قلت لكم تنجموا تحطوا في عود القنارية بطاطا اللي يحب البطاطا. هذيك القنارية. هذه أكلتنا لليوم، مرقة جلبانة بالقنارية. عملت معاها أنا باش نقدمها مع سليطة خضراء كما تشوفوا، سليطة خضراء بالخس والفقوس والسفنارية مشكلة يعني بالعلوش وبالقنارية. دونك كان عجبكم اليوم، عجبتكم الغوسات، تحطوا لي جيم وتعملوا اشتراك في القناة، تفعلوا الجرس باش يجيكم كل جديد. بسلامة.